قال لي ايه بقى موضوع فلاش الزيت ده، وامتى استخدمه وامتى ما استخدموش، وامتى يفيدني وامتى يضرني، وهل فلاش الزيت فيه انواع كويسه امنه ممكن استخدمها وفي انواع ممكن تضرني؟ طب يلا بينا بقى نعرفكم الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه فلاش الزيت ده بيكون فيه انواع كتير قوي، في كومولي او بوتوجين، الانواع دي كويسه ومش بنعمل دعايه. في نوع برضه كويس هتقابله في السوق، ده كيكس كوري في حته ثانيه خالص. السؤال هنا امتى استخدمه يفيدني وامتى استخدمه يضرني؟ في حاله ان موتور عربيتي سليم وما فيهوش اي مشكله خالص، استخدم فلاش الزيت ان انا استخدمه على الزيت القديم، احط الفلاش دون لمده تلت ساعه لنص ساعه على الموتور، ولازم يكون الموتور بتاعي سليم ما فيهوش اي مشكله، علشان اصلا لو في تسييله زيت او المكنه بتاكل زيت واستخدمت فلاش الموضوع هيزيد اكتر. الفلاش هنا مش هيفيدك. امتى بقى الفلاش يفيدني؟ الفلاش ده بيختلط بذرات الزيت القديمه وبيفك لي كل التجلطات والتكتلات والاوساخه والترسبات اللي موجوده جوه في الموتور، ويبدا يكثفها لي في الفلتر بتاع الزيت. لو في رايش او في حاجات مستخبيه كده في الدهاليز اللي جوه دي، بتتكثف معايا كلها في فلتر الزيت بتاع العربيه وتنزل تحت على المصفى. طيب استخدامه بيكون كل قد ايه؟ فلاش الزيت بنستخدمه من 40,000 ل 60,000 كيلو متر. خليك فاكر انا نصحتك وانت براحتك.